اهلا وسهلا بكم في سهره كرويه ممتعه، حيث نشاهد البنك الاهلي وهو يحاول سحب رصيد بيراميدز من نقاط الدوري. هل سينجح البنك في عمليه السحب ام سيتم رفض المعامله بسبب نقص الرصيد؟ دعونا نتابع. الشوط الاول الدقيقه 4، ويا ساتر محمد ابراهيم يفتح حساب التوفير بهدف سريع للبنك الاهلي. بيراميدز يبدو كانه نسي كلمه السر لحساب الدفاع الخاص به. الدقيقه 21، اسامه فيصل يودع كره في شباك بيراميدز وكانها قسط قرض متاخر. الهدف الثاني لبنك الاهلي وبيراميدز يراجع حساباته الماليه. الشوط الثاني الدقيقه 48، ابراهيم عادل يقرر رفع قضيه على البنك الاهلي بتهمه احتكار الاهداف ويسجل هدف التقليص. هل تعود المنافسه ام ان البنك سيجمد الحساب؟ الدقيقه 74، مروان حمدي يدخل على الخط ويحاول تحويل الدفعه المستحقه لبيراميدز. التعادل قادم، ولكن هل يستمر الحساب مفتوحا؟ الدقيقه 82، احمد مدبولي يفاجئ الجميع بهدف يجعل البنك ينشر اعلان افضل اسعار الفوائد على اهداف الدوري. الدقيقه 86، يو النور يؤكد ان البنك الاهلي لا يمنح قروضا مجانيه ويسجل الهدف الرابع ليغلق الحساب تماما. وهكذا يصدر الستار على مباراه كانت اشبه بجلسه مراجعه حسابات، حيث تمكن البنك الاهلي من فرض سيطرته الاقتصاديه في الملعب، بينما سيحتاج بيراميدز الى اعاده هيكله الدفاعات وتقديم شكوى لمصلحه الضرائب القرويه.